السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا دكتور نورهان. انا كنت دفعة كورونا وكنت جايبة 96 وكسر في المية. طب ازاي الموضوع ده اتحقق؟ هقول لكم بشوية نصايح بدون مقدمات طويلة. بس عايزاكم تعرفوا ان في ناس هتقولي انت كنت دفعة كورونا وكنت على النظام القديم. انا عايزة اقول لكم ان النظام القديم بتاعي اللي انتوا دلوقتي شايفينه سهل، احنا كنا برضو مرعوبين منه وما كناش شايفينه سهلة. بس ناس قبلنا نجحوا فيه وعدوا فيه، فانتوا كمان تقدروا تعدوا باللي انتوا فيه. النصايح اللي انا هديها لكم دي تنفعكم ايا كان النظام بتاعكم، حتى لو ما كانش بابل شيت. فالنصايح دي بجد هتفيدكم، لانها نصايح نفسيه وهتفيدكم كمان في المذاكره. تعمدت ان النصايح بتاعتي تكون في اخر شهرين، عشان انا شايفه ان اخر شهرين دول اللي هم الشهر اللي قبل الامتحانات وشهر الامتحانات، لو احنا فنشناهم صح وظبطنا نفسيتنا وظبطنا طريقه مذاكرتنا، حقيقي هيفرقوا معانا جدا. اول نصيحه بقدمها ليكم انكم تختموا الشهر ده من ثانويه عامه بانكم تبطلوا تقارنوا نفسكم باي حد، وتقارنوا نفسكم بالناس الشاطره اللي بتبقى معاكم في الدفعات. ما تخليش اي حد بيحل 3 كتب 4 كتب يخليك تحبط او تقلل من نفسك او تقلل من قدراتك. اوعى الناس الشاطره دي تقلل من قدراتك. مشكلتنا ان احنا بنقارن نفسنا بيهم وبنقلل من قيمتنا وبنحكم على نفسنا بشكل مسبق ان طالما الشاطر ده موجود وبيذاكر بالمنظر ده وانا اللي بذاكر على قدي يبقى انا كده مش هجيب مجموع. التفكير ده غلط جدا ونفسي بجد انكم تبطلوه. صدقني لو صدقت ربنا ووثقت فيه مرة واحدة بس ووثقت في نفسك، حتى لو ما جبتش الكلية او المجموع اللي انت نفسك فيه، فانت هتحقق نتيجة انت هتبقى مبهور بيها مش هتبقى مصدق ان انت حققتها. انا كنت كده لما وثقت في نفسي لاول مرة. انا ما كنتش شاطرة، ما كنتش اللي هو الواو، ولكن لما وثقت في نفسي وما قارنتش نفسي بالناس الشاطرة دي وبصيت لنفسي وابتديت ان انا احسن من نفسي اول باول، جبت مجموع اخر السنة اهلي اصلا ما كانوش متوقعينه ليا. انا جبت 96% ودخلت علوم لما وثقت بس في ربنا وفي نفسي المرة واحدة وامنت بقدراتي. تخيلوا لو عملت كده قبل كده، او لو فقت قبل الوقت ده بوقت اطول من كده، كنت عملت ايه؟ فبليز ما تقارنوش نفسكم بحد، ما تقارنوش نفسكم بحد. ياما ناس كانت بتحل معايا 3 و4 و5 كتب، ولكن الحمد لله رب العالمين ظروفي وتوفيق ربنا كانوا معايا، وهم ظروفهم لعبت دور في ان هي يعني تضيع كل اللي هم عملوه. فما تحكمش، العبرة بالخواتيم مش بالبدايات. سوري لو طولت في النقطة دي، ولكن حقيقي النقطة دي مهمة جدا ونفسي ان طلاب كتير يدركوها بدري قبل فوات الاوان. حتى لما تدخلوا الجامعة برضو ما تبقوش تقارنوا نفسكم بحد. تاني نصيحة، ما تسألش زمايلك في ثانوية عامة ذاكرتوا ايه. مش من مصلحتك السؤال ده، علشان لو انت سألت واحد مستواه اقل من مستواك وبيذاكر اقل، ده هيأثر عليك وهيخليك تكسل. ولو انت سألت واحد مستواه اعلى من مستواك وبيذاكر اكتر منك، ده هيخليك تحبط، لان قدراتك مش زي قدراتي، مش زي قدرات الشخص اللي انت بتسأله. فلازم تخلوا بالكم ما تسألوش السؤال ده. ثانيا بقى سوري، يعني السؤال ده مش من حقك، انت كده هتبان انك شخص حشري وبتهتم بأمر غيرك. اهتم بنفسك وبس. وفي ناس هتضطر انها تكذب وتقول لك انها بتذاكرش، وانت تتفاجئ اخر السنة ان هم جابوا مجموع، فترجع تقول دول كانوا يهود وبيذاكروا وما بيقولوليش. وهم يقولوا لك ليه؟ اصلا هم مش مجبرين. انا شخصيا ما بحبش بصراحة حد يسألني السؤال ده، ولا بحب ان انا اسأله لأي حد. ما تسألوش السؤال ده لحد، لانه مش من مصلحتكم ومش هتستفادوا منه اي حاجة. تالت نصيحة، اعمل اللي عليك واللي قدراتك تجيبه في ثانوية عامة. ذاكر واعرف انها مش هترد تاني، ده كفيل يخليك تعرف انها مرحلة هتنتهي من حياتك ومش هترجع تاني. فاختمها بأحلى شكل ممكن ان انت تختمه بيها. اختمها صح، اختمها صح، اختمها صح. بكررها كذا مرة، اختموها صح علشان السنة دي مش هترد تاني. عايزاكوا تبقوا قاعدين مع نفسكوا، ولو حد جه سألكوا بعد مرور ان شاء الله 10 سنين على ثانوية عامة وسألكوا السؤال ده، لو انت رجع بيك الزمن هل كنت هتذاكر اكتر من اللي انت ذاكرته او هتعمل اكتر من اللي انت عملته؟ انا عايزاكوا تذاكروا بحيث اجابتكوا تكون واضحة وصريحة. لو رجع بيا الزمن هعيد نفس اللي عملته تاني. وانا والله بقولها لكم هنا من خلال البودكاست اللي انا عاملاه او من خلال قناتي هنا. انا لو رجع بيا الزمن ما كنتش هعمل اكتر من اللي انا عملته في ثانويه عامه، لان انا جبت اخري فيها وجبت قدراتي فيها، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه. ما كنتش هعمل اكتر من كده، ولا كان بايدي حاجه اعملها اكتر من كده. فانا عايزاكم تختموها صح وتجيبوا اقصى ما عندكم، عشان بجد الندم وحش، وشعور الندم شعور بجد انا مش بحسد اي حد عليه.
رابع نصيحة عايزاك تركز فيها قوي قوي قوي، لأن النصيحة دي كانت من أكتر النصائح اللي الحمد لله ربنا دلني عليها من خلال مدرس كان بيديني عربي. حقيقي النصيحة دي اكتشفت إن هي كانت مرجعاني في مستواي الدراسي 20 سنة ورا. لما ظبطتها الدنيا كلها ظبطت معايا. النصيحة دي إنك لازم تعلم على غلطات الشهر ده بالذات، وغلطات أيام الامتحانات وأنت بتحل امتحانات برضو. الغلطات اللي أنت بتغلطها في الامتحانات عايزاك لما تروح البيت من عند المستر أو من عند المدرس بتاعك لازم الغلطات دي تفتح الكتاب تاني وتجيب قلم احمر كده او بالهايلايت ويكون قلم واضح وتعلم على الغلطات دي او الافكار دي، علشان الافكار دي هي دي اللي لازم بعد ما تخلص مراجعة المنهج مرة سريعة ايام الامتحانات لازم تروح تبص عليهم. ومحدش يقول لي الاسئلة مش هتتكرر، هي الاسئلة مش هتتكرر بس الفكرة هتتكرر. يعني ما ينفعش تغلط في الفكرة في الدرس وتغلط فيها مرة واثنين وثلاثة وتدخل امتحان اخر السنة وتغلط فيها تاني. انت اصلا غلطان فيها في الدرس وفي الامتحانات كذا مرة، عشان لما تدخل الامتحان ما تعيدش نفس الغلطة تاني. لازم الغلطة اللي انت بتغلطها تتعلم منها. لما تيجي من الدرس ما تروحش تركن الكتاب او تركن المذكرة وتسيبهم كده وتحل على اللي بعده. لا، انت لازم تحل، علشان لو انتوا لو تبصوا الاول اختبار حلتوه هتلاقوا نفسكم غلطانين بالعشر غلطات. لما تروحوا على الاختبار العشرين هتلاقوا نفسكم غلطانين 3 غلطات ولا حاجة. طب ده جه من ايه؟ ده جه من انك غلطت فعرفت الفكرة فتعلمت فما عدتش بتغلط فيها تاني. فاوعوا تروحوا تركنوا الكتب، بقولها لكم مرة تانية. والغلطات دي لازم تعلموا عليها وتفتحوها يوم الامتحان، علشان هي دي صدقوني والله اللي هيجي منها في الامتحان. الافكار اللي انتوا بتغلطوا فيها هي دي اللي هتيجي، وهيكون شعوركم وحش جدا وشعور مليان كله ندم انك ازاي ده انا غلطت فيها كتير. انت مش فاكرها لانك ما رجعتهاش وما ركزتش عليها قبل ما تدخل. خامس نصيحة هي انك تسأل المدرس. اسألوا المدرسين وقطعوهم اسئلة، انتوا مش بتروحوا تدفعوا لهم فلوس على الفاضي. ولو ليك زمايل رزلة زي زمايلي يعني كانوا بيزعلوا او بيتضايقوا من كتر اسئلتي الكتيرة، ارجوك اكتب السؤال اثناء ما انت قاعد في ورقة واسأله المدرس بعد ما يخرج. ولو المدرس، دي نصيحة برضو، لو المدرس من انواع المدرسين اللي هي بتهرب بعد كل حصة وما بتجيش غير لما المجموعة اللي بعدها تدخل، لازم تسأله وتقاطعه اثناء الدرس. ده مستقبلك ودي فلوسك اللي انت بتدفعها، ومش عايزاك تحرج في اي حاجة ولا تخاف من الناس ولا تخاف من كلامهم. ده مستقبلك، هم مش هيقعدوا مكانك في الامتحان ويحلوا لك. سادس نصيحة انكم تستغلوا المواصلات. المواصلات دي يا جماعة ايام ثانوية عامة بجد شالت من على ظهري حمل مادة الفرنساوي ومادة الانجليزي وكمان مادة تانية معرفش هي كانت قطع النحو في اللغة العربية. المواصلات لو انتوا الدروس بتاعتكم بعيدة عن البيت حوالي مسافة ساعة ونص ساعة ان شاء الله ربع ساعة، وامتحاناتكم بتكون MCQ، فلازم انكم تستغلوا المواصلات. طبعا مواد الفيزياء والكيمياء والحاجات دي لانها بتعوز حل فنصيحتي خلوها في البيت لانها بتعوز تركيز اكبر. لكن اللغات يا جماعة استغلوا المواصلات. انا المواصلات دي من الحاجات اللي لعبت دور كبير جدا في ان انا انجز في حياتي. خلصت فيها كتب وروايات يعني عدوا من هنا لحد بكره مش هتزهقوا. خلصت فيها حاجات كتيره جدا، بقرا فيها قران، بذكر فيها ربنا. يعني دي نصيحه غير ثانويه عامه، استغلوا وقت المواصلات كويس جدا بدل ما انتوا بتقعدوا مبحلقين في السقف طول الطريق او مبحلقين في الطريق. لازم تستغلوا وقت المواصلات، مش شرط في ثانويه عامه، في حياتكم بشكل عام. سابع نصيحة بقى، اوعى تغش في امتحانات ثانوية عامة. ده هيترتب عليه حياتك بعد كده، فما ينفعش حياتك تتبني على غشة او تدخل كلية انت ما جبتهاش بمجهودك او على اساس قدراتك. صدقوني الدرجات فعلا بتفرق في قدراتك. انت بتدخل الكلية اللي هي مناسبة لقدراتك. يعني انت ما ينفعش تدخل طالب جايب ثانوية عامة وما ذاكرش كويس ومش بيقعد على الكتاب تدخله لي كلية طب ما يعرفش يذاكر ويسقط كل سنة، وحتى لو نجح هينجح بالعافية وهيطلع دكتور فاشل ويموت اي حالة تيجي تحت ايديه. الكليات الطبية حقيقي مش اي حد يدخلها، وده اللي انا ايقنته فعلا لما انا دخلت كلية طبية، لان الكليات الطبية بيبقى ضغطها او اللود بتاعها عالي جدا. فانت لو ما دخلتهاش وانت متمرن مسبقا على الضغط ده وجايب درجات عالية عمرك ما هتعرف تمشي في الكلية دي زي السكينة في الحلاوة زي ما بيقولوا. فانتوا بتدخلوا على اساس قدراتكم، على اساس المجموع اللي انتوا جبتوه. لو انتوا دخلتوا وغشيتوا وفتحتوا الصفحات اللي هي شاومينج والحاجات دي انتوا كده بتتحايلوا على رزقكم. وصدقوني مفيش حد تحايل على رزقه خده بالعافية ولقى نتيجة مرضية. بالعكس انتوا هتحسوا بالعجز وهتحسوا ان الطريق قدامكم كل ما تمشوا فيه هتلاقوا عقبة، لانكم خدتوا حاجة مش من قدراتكم او غلط انكم كنتوا تاخدوها من البداية. بلاش تتحايلوا على رزقكم انكم تاخدوه بالعافية. ربنا يا جماعة محدش بيعرف يتعامل معاه بالعافية. انا من الناس اللي في ناس عرضت عليا ان انا
يفتحوا لي الصفحات دي في امتحانات ثانويه عامه، والله العظيم رفضت رفض تام. انا اعرف ناس دخلت طب وسقطوا في اول مديول، جابوا 99 ونص ايام بقى 2019 والحاجات دي، ما كانت المجاميع اللي هي عامله زي الرز دي، وسقطوا في اول مديول وبيسقطوا كل سنه في الكليه وبيشيلوا مواد ومش عارفين انهم يمشوا في الكليه. لما الشخص ده جالي قلت له امال انا بذاكر ليه من اول السنه؟ طب ما لو كده ما كنت ذاكرت وكنت اديتني الامتحان ودخلت بيه وحليت وخلاص. فما تعملوش الحركه دي لانها والله مش هتصب في مصلحتكم، وما تبنوش حياتكم من البدايه كده على حرام، نصيحه يعني، لانكم مش هتفلحوا في حياتكم خالص. اخر نصيحة بقى للطلاب اللي هم بيعلقوا شماعة، بيعلقوا فشلهم يعني على شماعة ان احنا نظام قديم، وان هم بيقارنوا المجهود اللي هم بيبذلوه بالمجهود ده اللي احنا كنا بنبذله. كل طالب له قدرات وليه ظروف وليه زمن هو عاشه بحذافيره، نفس اللي انت عشته احنا والله عشناه. الفرق ان انت بابل شيت وان احنا كنا عندنا برضو اسئلة اختياري زي البابل شيت بالظبط. وعلى فكرة نظام البابل شيت ده محدش يقول لي ان انا نظام قديم ومجربتوش، انتوا اصلا بتتمرنوا على حياة الجامعة، حياة الجامعة كلها بابل شيت في امتحانات الفاينل. فانا لما دخلت سنة اولى جامعة كنت زيك بالظبط، دخلت وكنت بدخل مواد لاول مرة احل الاسئلة. يعني انتوا على الاقل عندكم اسئلة وبتتمرنوا على اسئلة، لا احنا بناخد المحاضرة من الدكتور بنذاكرها وندخل نتصدم هو حاطط السؤال ازاي. فاحنا زينا زيكم. فانا عايشه في الموضوع ده بقالي 3 سنين، والموضوع ده انا مش بهبد ولا بقول كلام من عندي، لا انا عايشه فيه وجربته وعارفه ان انظمه البابل شيت انظمه مش سهله بس مش مستحيله. ناس قبلكم عدوا الموضوع وناس جابوا طب وناس جابوا مجاميع عاليه، فما جاتش عليكم انتوا كمان. طالما قبلك عدوها يبقى انت قادر انك تعديها. ما تبصش للصعوبات، انا عايزاك تبص انك ازاي تحل. عايزه خلال الشهر ده مذاكرتكم تكون 5% والحل يكون 95%. فكره انك تحل 10 اسئله احسن مليون مره من انك تذاكر 10 صفحات. ال10 اسئله هيفتحوا مداركك، هيوروك اسئله جديده، هيعودوك على انظمه الامتحانات، هيدوك اكتر من فكره احلى من لما انت تذاكر وبعد ما تخلص هتحس نفسك هو ايه الفكره اللي انا استفدتها، انا بكرر وخلاص. وافهموا ربطوا معلوماتكم، ربطوا كل حاجه، ربطوا كل حاجه انتوا بتتعلموها او بتاخدوها من الكتب. لو هتربطوها ان شاء الله باسم حد انتوا تعرفوه، بحدث، الفوا قصص وانتوا قاعدين. الحاجات دي بتخلي المعلومات تثبت بطريقة أسرع وبشكل أفضل. أنا كده خلصت، أتمنى بجد أن أنا أكون فدتكم، ودي تجربتي في بودكاست بسيط أو فيديو بسيط، أتمنى بجد أنكم تكونوا استفدتوا منه. وعايزاكم تعملوا أقصى ما عندكم علشان بجد فرحة ثانوية عامة لو أنتم ما فرحتوهاش حقيقي هتحسوا طول عمركم أنكم مهما عملتوا هتحسوا أنكم مش فرحانين. الفرحة دي بتبقى حلوة قوي. ركز في اليوم اللي لما هتطلع فيه نتيجتك انك تبقى قاعد في بيتك زي ما جارك او صاحبك فرحان انت كمان تبقى فرحان، علشان شعور الكسرة والندم وانك ما جبتش مجموع وحش جدا. على فكرة انت لو جبت مجموع وانت مذاكر الموضوع هيبقى حلو، ما جبتش مجموع وانت مذاكر صدقني ربنا هينزل على قلبك شعور الرضا والسكينة، وبرضه هتبقى راضي لانك من جواك عارف ان انت عملت اللي عليك. لكن لو ما جبتش مجموع وانت عارف انك ما عملتش اللي عليك صدقني انت هتحس وقتها شعور انك شعور وحش. انا مش عايزه ان انا اوصفه، انا ما حبيتش ان انا اعمل في نفسي كده او ما ذاكرتش عشان ما اعيشهوش. تمام. اتمنى بجد تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له سبسكرايب وتعملوا له لايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، عشان انا بتمنى بجد ان خبرتي او تجربتي دي توصل لاكبر عدد من الناس، لان في ناس بتخاف ورهبتها بتبقى زايده قوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.